السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام في كل مكان. ألف ألف مبروك للنادي الأهلي الصعود والفوز بالمباراة الكبيرة المهمة جدا على الهلال السوداني. الأهلي يعطي الهلال السوداني درس رايح جاي. قاهرة موريتانيا. القاهرة محمد هاني 1-0، وموريتانيا الكابتن إمام عاشور حبيب الملايين. وألف ألف مبروك للنادي الأهلي. أفريقيا تأبى أن يكون لها كبير غير النادي الأهلي. فخر لينا وفخر كل متابعيني وكل الأهلوية إن النادي الأهلي هو كبير أفريقيا. أفريقيا تأبى أن يبقى لها كبير سوى النادي الأهلي. الشناوي النهاردة سوبر ستار عن جدارة. الشناوي مش في حتة تانية، لا، في حتة 10، مش تانية بس كمان يعني بسم الله ما شاء الله. النهاردة أنقذ كورتين، ولا أروع ولا أجمل ولا أحلى على رأي الكابتن الكبير أحمد شوبير. طبعا كلنا بناك وبنتعلم منك يا كابتن. وعاشور، كابتن إمام عاشور خلص النهارده، خلص كل حاجة. ربنا يبارك في اللعيبة. ان المستوى ما كانش هو. طبعا النهارده انا مش هتكلم في مستوى، مش هتكلم في فنيات، مش هتكلم في تشكيل. هنأجله لبكره. ألف ألف مبروك للنادي الأهلي. والمكسب الوحيد بعد الفوز والصعود طبعا الاطمئنان على الكابتن طاهر محمد طاهر، اللي هو طبعا السبب في الهدف وتمريرته الجميلة جدا لإمام عاشور اللي جه منها الهدف. ألف مبروك والحمد لله بالسلامة يا كابتن طاهر محمد طاهر. ندخل بقى في الفقرة اللي هي حديث الإعلام الفترة اللي عدت وحديث السوشيال ميديا وكل حتة. كابتن أحمد سيد زيزو. الكابتن أحمد سيد زيزو أهلاوي 4 سنين. تم التوقيع من الكابتن أحمد سيد زيزو في فيلة الخطيب أول أسبوع من شهر مارس. القصة بدأت باتصال بين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ونادر شوقي اللي هو وكيل اللاعبين. طبعا علاقته قوية بزيزو من وهو عنده 16 سنة، تجمعهم علاقة طيبة مع بعض. كابتن محمود الخطيب، كابتن نادر، شوف زيزو بس أهم حاجة يكون هو مرحب إن هو يجي النادي الأهلي. قال له أنا مرحب يا كابتن وفوق دماغي ومفيش مشاكل، وأنا نفسي ألعب وأكمل بطولات وألعب. خلاص ماشي، نقعد بقى نكمل الاتفاقية. الاتفاق كله تم في فيلا الكابتن محمود الخطيب. وقع عقد بين شركة نادي الأهلي والأهلي، شركة نادي الأهلي ونادي الأهلي والكابتن أحمد سيد زيزو بحضور وكيل أعماله اللي هو والده كابتن مصطفى زيد زيزو. تمام. 4 سنين، رقم ضخم جدا. الرقم 400 مليون جنيه في ال4 سنين. بس هنا السر، النادي الأهلي يتحمل منها عقده فئة أولى 30 مليون جنيه. 30 مليون جنيه، وباقي قيمة العقد إعلانات، رعاية، ورجال أعمال. فكده القصة انتهت، مفيش جدال، مفيش شيكات مفتوحة. القصة هتلاقيها عندي بإذن الله. كل جديد هتلاقيه عند أحمد في قناة روي سبورت بالعربي. طبعا اللاعب كابتن أحمد سيد زيزو والده زي ما قلت لكم من شوية عادوا دفع كل حاجة، تم العقد. النادي الأهلي مش هيعلن عن الصفقة إلا في نهاية الدوري.
اللي هو مقرر ليه بعد فتح باب القيد للنادي الأهلي يوم 2/5. هيفتح باب القيد للنادي الأهلي قيد استثنائي عشان يقيد لاعبيه للمشاركة في كأس العالم للأندية اللي هيبدأها النادي الأهلي في افتتاحها بإذن الله مع انتر ميامي. كل التوفيق للنادي الأهلي ولاعبته كابتن مارسيل كولر. في أخبار إن يعني الأخبار اللي عندي بنسبة تكاد تكون 25-30% إنه آخر مباراة ليه مباراة بيراميدز ليوم 12/4. والله أنا زي ما قلت لكم وبأكد في كل فيديوهاتي إن إحنا مع النادي الأهلي ومجلس إدارته في أي قرار يتخذوا النادي الأهلي. أي قرار يتخذوا النادي الأهلي إحنا معاه. بس مارسيل كولر مش هنتكلم عليه كتير لأن هو في شبه النهايات يعني شبه النهايات. فأنا قلت لكم زي ما قلت لكم إن أنا مش هتكلم على التشكيل، مش هتكلم على أداء، مش هتكلم على حاجة. مش هنضيع لحظة الفرحة اللي احنا عايشينها النهاردة بصعود النادي الأهلي بخبر كابتن سيد زيزو. طبعا الخبر مش هتلاقاه غير عندي، الحقيقة الكاملة مش هتلاقيها غير عندنا، وأنا مش هتكلم غير لما أكون واثق بنسبة تتعدى 90% من الكلام. كده إن شاء الله بعثة النادي الأهلي هتركب النهاردة وهتيجي تباشر تدريباتها لمباراة بيراميدز، وهنتكلم عن مباراة بيراميدز كتير بكرة بإذن الله. وطاب ليلتكم. السلام عليكم.